السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني متتبعي قناة يوميات فلاح. أرحب بكم من جديد في هذا الفيديو، وسأريكم طريقة أعتمدها في منحلي لتدفئة النحل قبل دخول الشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة لأدناها. ولكن قبل ذلك لا تنسوا الإعجاب بفيديوهاتنا والاشتراك في القناة. أول شيء أقوم به هو أخذ إطارات قديمة من المنحل، وأقوم بتنظيفها من الأوساخ العالقة بها وبقايا الشمع والأتربة القديمة كما ترون مباشرة، وتعريضها بعد ذلك لأشعة الشمس ليوم أو يومين حتى تمتص الحرارة، لأن الرطوبة تؤثر على المنحل وقد يسبب للنحل الأمراض. ثم بعد ذلك نأخذ ورق المقوى أو ورق الكرتون ونقصه على مقاس الإطار كما هو مبين في الصورة، شريطة أن يكون ورق الكرتون هذا جديدا وليس قديما، لأنه يكون مرتعا لفراشة القش أو العثة، وهي كما تعلمون فهي فراشة تدخل على النحل الضعيفة فتنسج خيوطا رفيعة في الشمع مما يضيق المساحة على النحل، فيهجر النحل منحله ويسبب خسارة للنحال. وأنا اختار الورق المقوى لأنه يمتص الرطوبة، وخصوصا في فصل البرد حيث يكون النحل عاجزا عن السروح في المرعى لشدة البرد، فترتفع نسبة الرطوبة داخل المنحل. ولتصريف هذه الرطوبة نفتح على الخلايا في الظاهرة لبضع دقائق حينما يكون الجو دافئا. في الأخير نأخذ هذا الإطار ونضعه في الخلية مع آخر إطار ليشكل بذلك جدارا وحائطا واقيا أضغط به النحل حتى أحافظ على الحرارة داخل الخلية. وإلى هنا أشكركم على حسن تتبعكم.